الفرقة الوطنية للفنون الشعبية كانت قدمت عرض حلو برشا اسمه دبكة بل. العرض هذايا من خلال العنوان تنجموا تعرفوا شنية الأجواء اللي كانت تنتظر في الجماهير الحاضرة اللي شيخ وزنس شيخة ما نحكي لكمش عليها. دونك كيفاش تعدت الأجواء في مدينة الثقافة شوفوا من بعضنا تتسويت. اكسيلون الحقيقه عجبني على الاخر، في بوكو دو ريشيرش، محليهم عجبني ان توكا. عرض ياسر مزيان وعملنا برشا جو، سهريه باهيه وربي ان شاء الله يوفقهم، وكامل الشكر للفرقه الوطنيه للفنون الشعبيه. حلو برشا، ان تري بو سبيكتاكل، محلاه حبيناه اطول شويه بوتيتر، اما بارفي. جميل، محلاه عندنا بالحق حاجات رائعه جدا. انا ديما نتابع في الفرقه الوطنيه، ان شاء الله يهتموا بها خاطرها نتاع عالم مش نتاع تونس بركه. راهي بالحق لازمها تخرج للبر، ما عاد اوكي نحن شيخين بها، اما وريوها البر. الحقيقه مزيانه برشا، ربي يفضلهم وربي يحميهم.
العرض هذا كان ممتاز برشا وكان كونفيفيال، معناها تحسه كانه عائلي في المسرح الصغير والناس شويه. والحاجه الاخرى هو احيا الاغاني التراثيه نتاع جهه الشمال الغربي وخاصه جهه الكاف. الخدمه زاده الموسيقيه والدربوكه وكل ما هو معناها عزف هذا، خاصه الاستاذ ابراهيم بهلول خدم خدمه كبيره. ايضا ساره نويوي فنانه كبيره بنت الرشيديه وادات اغاني الشمال الغربي وتراث الكافي، موسيقى الكاف بحاجه كبيره برشا. شفنا عديد الاغاني معناها المعروفه اللي يحفظها الشعب التونسي. خساره العرض اللي كيما هذا مش قاعد ينتشر برشا في الجمهوريه التونسيه. ايضا راقصات فرقه الوطنيه الفنون الشعبيه رجعوا بقوه. الفرقه هذه اللي توحشناها وتوحشتها الاركاح نتاع التونسيه، المهرجانات التونسيه قاعده تنشط في الخارج لكن في تونس لا. الحمد لله ان شاء الله يكون العرض هذا انطلاقه معناها باش يعاود يرضى التراث الغنائي التونسي ويعاود يرجع لمكانته اللي هو جدير بها. العرض سي دو لا كرياسيون، معناتها هذايا عرض عالمي ما بالحق أبهرنا، حاجة كبيرة برشا. معناتها الإيقاعات وكيفاش حفظوا لي با حاجة كبيرة برشا. ماذا بينا كان العرض ذي يكون مبرمج في كرتاج، في حاجة كبيرة برشا. الأداء نتاع العرض هذا اللي كنا نشوفوا فيه هو من أداء الفرقة الوطنية للفنون الشعبية. عماد عمارة هو صاحب الكوريغرافيا والإخراج، والسيد إبراهيم بهلول اللي هو كاتب تأليف الموسيقى الإيقاعية للعمل. العمل هذا مستوحى من الموروث الثقافي متاعنا لجهة الشمال الغربي. وظفنا كل ما هو آلات إيقاعية، ووظفنا المهرس ووظفنا العكفة. الآلات فما كيف الدنطفة اللي كانت متروكة وظفناها في العمل هذا. اللباس كيف خذينا من البطانية، خذينا من الكليم، مشينا بعدنا أكثر التالي. والحمد لله تشوف الجمهور معناها كان راضي، وإن شاء الله يكون راضي. والحمد لله وين نقدموا ديما الجمهور يخرج فرحان.
والله انا ماذا بيا نشوفوه في كل بلاصه، وماذا بيا ندوروا به في كل بلاصه. ان شاء الله سنة ناخذوا مهرجانات عالميه، اي مهرجانات كبرى ولا.